ازيك يا ورور؟ ولو عايز تعرف يعني ايه ورور اتفرج على الحلقة الأولى. صحصح بقى معايا وركز واسمع الكلمتين اللي أنا جاي أقولهم لك في سابع حلقة من حلقات مشروع ممكن من إنتاج أثر. حلقة النهاردة يا ورور بتتكلم عن موقف بنقابله يوميا في حياتنا، قضية بدأت زمان صنعها ولاد الأكابر وحكام الممالك واتلطينا احنا فيها. أسئلة وجودية كتير جدا في حلقة النهاردة يا أبو الوراوي. ما هو أصل ليه فعلا؟ ليه هما مش احنا؟ وليه دولت مش ده همات؟ الموضوع بدأ في القرن ال19 لما أجمع كتير من العلماء وقتها إن من الضروري تقسيم البشر لأعراق، وده طبعا شغل السياسة علشان يقدروا يدوا امتيازات لناس عن ناس تانية وهم مرتاحين البال، وتفضل أوروبا وأمريكا ملاك وملوك الأرض. بداية تبرير العنصرية في العصور الحديثة يا ورور بدأت بعد تقسيم البشر لأعراق، وكلمة عرق دي بيقال إنها جات للغة الإنجليزية من اللغة الفرنسية الوسطى اللي كان بيتكلمها الفرنسيين في الفترة من القرن ال14 للقرن ال17، وبيقال برضو إنها مشتقة من اللغة العربية من كلمة رأس واللي بتعني بداية أو أصل. بيقولك بقى المؤسسين الأوائل لنظرية العرق كانوا بيعتقدوا إن بعض الأجناس أدنى من غيرها في الصفات وبالتالي في الحقوق والواجبات، ومن هنا بقى عندهم الحجة اللي تخليهم يفضلوا ناس عن ناس تانية بكل بساطة. طبعا كل اللي احنا بنقوله ده مبني على فرضيات العلم الزائف، وده العلم اللي ما بيستندش على الأسس العلمية اللي بيستند عليها العلم الحقيقي. دلوقتي بقى بيرفض معظم علماء الأحياء والأنثروبولوجيا والاجتماع تصنيف الأجناس طبقا لمعايير محددة أو تجريبية زي الجغرافيا أو العرق أو تاريخ جواز القرايب. وفي بعض الأدلة في الجينوم البشري بتقول إن ممكن نعرف العرق بطريقة صح نقدر نحدد بيها التصنيف الجيني للبشر. كلمة عنصرية يا أبو الوراور انتشرت في المجتمع الغربي في ثلاثينيات القرن الماضي لما تم استخدامها لوصف الانتماءات الاجتماعية والسياسية للنازية. النازية يا ورور اللي تعاملت مع العرق على انه وحدة سياسية محددة بشكل طبيعي، اللي هو مش هنضيع وقت في تقسيم الناس، الافارقة يجوا كده والاسيويين يجوا كده، اخواتنا اليهود خليكم في حتة لوحدكم كده بعد اذنكم، يلا نولع في بعض عشان احنا مختلفين. بس للأمانة وعلشان ما نظلمش المجتمع الغربي معانا، العنصرية موجودة من قديم الأزل، ويمكن كانت بشكل أبشع من عصرنا الحالي، زي مثلا ظواهر العبودية وارتباطها دايما بالأفارقة السود وغيرها كتير من الانتهاكات اللي ممكن ندرجها تحت مصطلح العنصرية. كل اللي فات ده بقى يا ورور كلام عادي، تعالى بقى نقول اللي مش عادي. هو ايه علاقة العنصرية بالأفارقة السود؟ اشمعنى يعني؟ هل الإنسان صحي الصبح لقى عقله متبرمج ان الابيض ابن بيه وان الاسود ابن عبيد؟ لا طبعا يا ورور. القصه بدات لما دوله جنوب افريقيا حصلت على استقلالها سنه 1948 لما اصدرت الحكومه وقتها قرار بفصل المواطنين السود عن المواطنين البيض، وقسمت الدوله لقطاعات بيعيش فيها اصحاب البشره البيضاء لوحدهم وقطاعات تانية لاصحاب البشره السوداء، طبعا مع فارق الامتيازات للبيض، رغم ان السكان اصحاب البشره السمراء ليهم الغالبية العددية لدرجة انهم انشأوا جهات حكومية لكل جماعة منهم. وبيقول بعض السياسيين ان نشأة التفرقة دي كان وراها مصالح للدولة الاستعمارية وقتها زي بريطانيا وهولندا اللي احتلت جنوب افريقيا لفترات طويلة بغرض السيطرة على حقول الماس اللي موجودة بوفرة هناك. وعلى رأي الفنان عمرو سعد، ابيض على الابيض. وبالرغم من ان القوانين دي قابلت معارضة كبيرة من المواطنين، لكن القوانين دي استمرت لمدة تصل ل50 سنة تقريبا، 50 سنة كل لون عايش لوحده، حركة كفيلة تصنع العنصرية لو ما كانتش موجودة أصلا. وفضل الوضع على ما هو عليه لحد ما جه نيلسون مانديلا وقدر يحكم جنوب أفريقيا سنة 1994، ودي كانت أول انتخابات متاحة للجميع، وبكده كان نيلسون مانديلا أول رئيس بشرته سوداء يحكم جنوب أفريقيا. على الجانب الآخر اقتصاديا، أوروبا كانت شايفة إن عبء دفع رواتب العمالة في مستعمراتها شيء مكلف جدا، فقرروا يفرضوا نفسهم على الدنيا، قرروا يستوردوا عبيد أفارقة، وزادت جدا تجارة الرقيق في الأطلسي في الوقت ده. خلال العمليات دي بقى تم نقل ما يزيد عن 470 ألف من العبيد الأفارقة إلى ما يسمى الآن بالولايات المتحدة الأمريكية.
أمريكية. الكلام ده كان من سنة 1626 لسنة 1860. الفترة دي في أمريكا يا صديقي كان بيحق للرئيس استعباد مجموعات كبيرة جدا من الأفارقة، وكان بيحميه الدستور وقتها. مش كده وبس يا ورور، الفترة دي كانت كل أسرة في أمريكا عندها أقل كلام كده 4 عبيد. بحسبة بسيطة كده اتعملت سنة 1860 بيقول لك تعداد سكان أمريكا كان 7 مليون نسمة، في منهم 385 ألف أمريكي أبيض عنده على الأقل عبد واحد. أما بلاد الحرية دي عليها حاجات يا أبو الوراور. طبعا الكلام ده مش في عصرنا الحالي. عصرنا الحالي بتنعم أمريكا بحريات واسعة ومساواة بين كل الأفراد، بس زي ما عمنا وعم بلادنا سعد زغلول ما قال، مفيش فايدة. الناس دي شاطرة تصدر لنا المثالية بس يا ابو الوراوي. منظمات ABC نيوز عملت دراسات على مدار العقود الماضية، فلقت ايه بقى يا ورور؟ لقت ان في قطاعات كتير جدا من الامريكان معترفين بالتمييز لحد النهاردة، وذكروا في مقال ليهم سنة 2007 بيقولوا فيه ان 1 من كل 10 امريكان عنده تحيزات ضد الامريكان اللاتينيين، وان 1 من كل 4 امريكان عنده تحيزات ضد الامريكان العرب. مش كده بس يا ابو الوراور يا جميل. في استطلاع رأي اتعمل سنة 2018 ان 17% من الامريكان بيعارضوا الجواز بين عرقين مختلفين، و19% بيعارضوا الجواز من المجموعات العرقية الاخرى، و18% بيعارضوا الجواز من السود، و17% بيرفضوا اصلا الجواز من البيض، و15% بيرفضوا الجواز من اللاتينيين. الشعب ده غالبا مش لاقي حاجة يعملها، او من كتر ما حياته ميسرة قال لك لا ازاي احنا لازم نعمل نوش. بيقول لك بقى ان شويه من الامريكان كانوا شايفين ان ترشح باراك اوباما للرئاسه وانه مسك فترتين ورا بعض ده دليل على ان عصر العنصريه انتهى في امريكا تقريبا. وطلع مضيف الاذاعه الشعبوي اليميني لو دوبز سنه 2009 قال: نحن الان في مجتمع القرن ال21، مجتمع ما بعد الحزبيه وما بعد العنصريه. وبعد شهرين من التصريحات دي قال كريس ماسيز وده مذيع قناه MSNBC ان بالفعل عصر ما بعد العنصرية بكل مظاهره. فكما تعلم لقد نسيت اليوم انه كان اسود الليلة لمدة ساعة كاملة. على اساس دمه خفيف وبيتريق وكده. انا عايز اقول لك يا استاذ كريس ان الجملة دي في حد ذاتها عنصرية. الخلاصة بقى يا ابو الوراور ان المجتمع الامريكي مستمر في صراعه مع العنصرية لحد النهاردة، والفترة الاخيرة الموضوع بدأ يكون واضح بشكل كبير جدا، بيتمثل في مظاهرات واحتجاجات وتكوين جماعات من البيض ضد السود زي جماعة الت رايت، ودي جماعة هدفها تطرد كل الاقليات الجنسية والعرقية اللي موجودة في امريكا. انت مش ابيض؟ اطلع بره لو سمحت. غير الاحتجاجات اللي حصلت قريب من السود وتخريب للممتلكات العامة وسرقة البراندات وغيرها كتير من اعمال الشغب اللي مالت شوارع الولايات المتحدة. وما خفي كان اعظم يا ورور. عشان كده خليك دايما واخد بالك وما تصدقش اي كذبة غير لما تدور وراها كويس، لان اكبر كذبة في العالم هي ان امريكا بلد الحريات. كل الاتفاقات الدولية والقوانين والهيصة اللي بتنص على تجريم ومنع العنصرية دي كذبة يا صديقي، لأن نفس الدول اللي وضعت القوانين دي هي نفسها اللي بتحتل دول تانية من عرق مختلف وتستعبد شعبها وتستنزف خيرها، وهي نفسها اللي بتساعد في قتل ومجاعات دول تانية بأشكال غير مباشرة. وعلى الصعيد الحياتي المحلي بقى يا أبو الوراور، عاوز أحذرك من حاجات أنت بتعملها غصب عنك. أنا عارف إنك طيب، بس تنمرك بقصد أو من غير قصد على شخص تاني بيأثر على المجتمع بشكل سلبي، ممكن يدمر حياة كاملة لأشخاص ما عندهمش الثقة الكاملة اللي تخليهم يتغلبوا على تنمرك ده. خلي بالك من كلامك واحسبها قبل ما تقول كلمة تجرح حد، حتى لو في صيغة هزار. يمكن لما احنا كوراور نحسن من نفسنا نقدر نصنع مجتمع ألطف من اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. وخليك فاكر كل شيء ممكن. ولو استفدت من كلامي أو حرك فيك شيء اعمل سبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، لعل وعسى أكون سبب يخليك تقتنع إنه ممكن. مع السلامة.